كان هناك شاب عراقي ذهب إلى مصر لدراسة الماجستير. عندما أوشك على الانتهاء من دراسة الماجستير ضاقت به الأوضاع وتعسرت. أتى إليه صاحب الغرفة التي يسكن فيها وقال له: إن لم تدفع لي إيجار الغرفة سأرميك خارجا. أهله لم يرسلوا له أي مال. المهم، خرج هذا الشاب ليتمشى في شوارع مصر وهو لا يعلم إلى أين سيتجه، وسمع الأذان من أحد الشوارع القريبة. ذهب ليصلي، وعندما اكتمل من صلاة ركعتين نظر إلى محراب الصلاة وهو معلق فيه أحد اللوحات ومكتوب فيه هذه الأبيات: تذكر جميل إذ خلقتك نطفة ولا تنسى تصويري لشخصك في الحشا، وكن واثقا بي في أمورك كلها سأكفيك منها ما يخاف ويخشى، وسلم من الأمر واعلم بأنني أصرف أحكامي وأفعل ما أشاء. خرج الشاب من الجامع، رسالة تصل إلى هاتفه، الصوت وصل. يذهب ليستلم المال من أحد المصارف ويرجع ركضا إلى صاحب البيت من أجل أن يعطيه أجرة البيت. يلتقي به في الدرج ويقول له: يا بني، بإمكانك البقاء ما أردت. العجيب في هذه القصة أنه عندما رجع الشاب إلى الجامع مرة أخرى ليتفقد الأبيات الشعرية سأل عنها إمام الجامع فقال له: لا يوجد مثل هذه الأشياء، ولا وجود للوحة عليها أبيات شعرية، وهل نحن مجانين لنعلق أبيات شعرية في محراب الصلاة؟ بغض النظر أما إذا كانت هذه القصة حقيقية أم لا، الآيات والأحاديث مليئة في مثل هذا المقام. الله سبحانه وتعالى يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا إن مع العسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. اسبق لدهر نال منك فهكذا مرت الدهور، فرح وحزن مرة لا الحزن دام والسرور، مهما تعسرت وضاقت بك فاعلم بأنها ستفرج في اللحظة المناسبة.